أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم صراحة قصته مختلفة عن الباقين، حيث أنه كان لا يميل إلى مركزه، ولكن شاءت الأقدار، وهناك مثل يقال: ربما صدفة خير من ألف ميعاد. هكذا كان صديقنا ونجمنا لهذا اليوم محمد زارع، الذي كانت قصته مختلفة. نجمنا لهذا اليوم قصته مختلفة، من مواليد 2008، حارس مرمى مميز، الذي يقول عن نفسه: كنت جناح أيسر، ولكن شاءت الأقدار ولربما صدفة خير من ألف ميعاد، حيث أن كان حارس فريقنا في إحدى الحواري لم يكن جيدا، حتى أن المدرب طرح علينا الاختيار من يكون حارس مرمى. قمت أنا بحراسة المرمى، حيث أنني أنتمي إلى عائلة محبة لحراسة المرمى، وبالفعل بدأت قصتي مع حراسة المرمى إلى يومنا هذا، حتى أن النوادي أعجبت بي، وها هو أنا اليوم أحد حراس المرمى، حيث يقول أن لي أشقاء وأيضا والدي كانوا حراس مرمى وكانوا أيضا متألقين، ولكن ربما القدر جعلني حارس مرمى مميز. هكذا هي الأقدار. لربما شخص يفضل مركز آخر في كرة القدم، ولكن لا يعلم أين الخيرة في مركز آخر. وهناك أمثال كثيرة للاعبين كرة القدم عبر العالم كانت مراكزهم في البدايات مختلفة عن مراكزهم، كانوا سبب في نجاحهم وشهرتهم، وأحدهم نجمنا لهذا اليوم القادم بإذن الله عز وجل في المستقبل القريب. نتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم، ابن الأخدود وتهامها سابقا، محمد زارع. في حراسة المرمى يبرز اللاعب محمد زارع محمد شحار كأحد الشباب الموهوبين في كرة القدم والمجيدين لحراسة العاريين بكل براعة. لعب سابقا ضمن قائمة نادي تامي، والآن يرتدي قميص نادي الأخدود. جسور في أداء مهامه ويقظ في حركته بين القائمين، ويجيد التمركز السليم والتصدي للتصويبات المختلفة بما تتطلب من أساليب. مرونته العضلية تتيح له قدرا عاليا من إجادة مهمته في حماية المرمى، ويتعامل مع الكرات الأرضية بالارتماء السليم والاقتناص الواعي، كما أنه يشكل مصيدة للكرات العالية التي يتصدى لها إما بالالتقاط أو الابتعاد، متفاهم بشكل مميز مع لاعبي الدفاع، ويرسل لهم التمريرات القصيرة التي تتيح التقدم وبناء هجمات مثمرة. يجيد التمرير باليد والقدم، ويستطيع بناء هجمات فعالة من خلال التمريرات البعيدة والمباشرة في اتجاه خط الهجوم. يشكل عنصر أمان لمنطقته ويحظى بالاهتمام من الجهاز الفني. محمد زارع الذي كانت بدايته كانت في الجناح الأيسر، هناك في حواري إحدى المناطق التي ينتمي لها نجمنا محمد زارع. عندما ينتمي إلى عائلة محبة لحراسة المرمى حتما سيبدع. ها هو نجمنا لهذا اليوم محمد زارع، أحد النجوم الذين أبدعوا وتألقوا في مركز حراسة المرمى. محمد زارع الذي يقول: كنت محبا لمركز مختلف عن مركزي لهذا اليوم، حراسة المرمى، ولكن هناك مثل يقال: لربما صدفة خير من ألف ميعاد. هذا ما حدث مع نجمنا لهذا اليوم. نجمنا لهذا اليوم ابن الأخدود محمد زارع، الذي لعب مع فريقه الأخدود قرابة 32 مباراة، حقق منها نجمنا 10 كلين شيت. محمد زارع حامي عرين الأخدود وتهامها سابقا، الذي يبدع على طريقة أشقائه من قبله في حراسة المرمى. ونحن هنا بدورنا في برنامج النجم الصاعد نتمنى له ولناديه كل التوفيق والمحبة، وبإذن الله عز وجل له ولجميع مواهبنا قادم الأيام أن يكونوا أفضل وأفضل. أصدقائي، وقبل الختام، عصائر 1000 هي العصائر الأنسب والطبيعية، والتي تشارك
في الحفلات والمناسبات وأيضا الأجواء الرياضية. كنت معكم من برنامجكم النجم الصاعد، ألتقيكم كل يوم ثلاثاء. كونوا سعداء.